في جنوب العراق تمتد الأهوار العراقية، واحدة من أقدم البيئات المائية في العالم، وموطن حضارات عاشت منذ آلاف السنين. تشكلت هذه الأراضي الرطبة بين نهري دجلة والفرات، وكانت جزءاً من حياة السومريين الذين استخدموا القصب لبناء بيوتهم وقواربهم. تغطي الأهوار مساحة تتغير حسب المواسم وكميات المياه، لكنها قد تصل إلى آلاف الكيلومترات المربعة لتكون نظاماً بيئياً فريداً في الشرق الأوسط. تعيش فيها أنواع كثيرة من الحيوانات مثل الجاموس المائي وثعالب الماء والأسماك المحلية، إضافة إلى مئات الطيور المهاجرة التي تجعل الأهوار محطة عالمية للتنوع الحيوي. أما سكان الأهوار فيعيشون بتناغم مع الطبيعة، يبنون بيوتهم من القصب ويتنقلون بالمشحوف، ويعتمدون على الصيد وتربية الجاموس كمصدر رئيسي للحياة. ولا تقتصر أهمية الأهوار على الإنسان فقط، فهي تعمل كمنق طبيعي للمياه وتخفف من العواصف الترابية وتساعد في حفظ التوازن المناخي والبيئي في المنطقة. ورغم التحديات البيئية ونقص المياه، ما زالت الأهوار رمزاً للحياة والتراث والجمال الطبيعي في العراق.